السلام عليكم أيها الأصدقاء. اليوم سوف نعرض عليكم موضوعا جميلا وشيقا، لكن قبل بداية الفيديو قم بدعم القناة بالاشتراك وبالضغط على زر الإعجاب. هذه هي أخطر شجرة في العالم، والتي وجدت في ساحل المكسيك، بحيث أنها تشكل خطرا كبيرا على حياة من يقترب إليها. أي جزء منها يمكن أن يقتلك، وهي تحمل ثمارا تبدو مثل ثمار التفاح، ورائحتها أيضا مثل التفاح، لكن الفرق الوحيد هو أنك بعد أن تأكل منها ستشعر بحرارة كبيرة في بطنك، بحيث أن الألم الشديد سيستمر لعدة ساعات، ومما سيسبب لك حروقا شديدة في أعضائك الداخلية، وستشعر بالاختناق وقلة الهواء الذي ستحصل عليه مع بعض النزيف، وبعد هذا سوف تموت وينتهي كل شيء. كل هذه الخطورة تأتي من المصدر الرئيسي للشجرة، وهو السم الذي في فروعها، بحيث يكون شكل السم على مادة لزجة بيضاء. بمجرد لمس بشرتك لهذه المادة ستلاحظ أن عينيك تبدو وكأنها نائمة ومع بعض الألم. لأول مرة عرف فيها أن هذه الشجرة سامة هي عندما كان هناك حروب في المنطقة، فقام أحد الجنود بالأكل منها بعد انتهاء الحرب، ولاحظ رفاقه أن زميلهم قد اختلف كليا، وبعد عدة ساعات قد فارق الحياة، وقد حذر بعدها من الاقتراب من الشجرة. إن زراعة الأشجار هو شيء ضروري لتواصل الأرض، ولكن لا تفكر أبدا بزراعة مثل هذه الأشجار. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة. نراكم على خير.